السلام عليكم ورحمه الله. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم اسهل بسبوسه، فخليكم معايا. عندي 2 بيضات، 3 المعالق ديال جوز الهند اي الكوك، وواحد ليمونه اي برتقاله محكوكه غير لو زيس ديالها. عندي قبيصه الملح، عندي 2 كؤوس ديال السميد الرقيق، وعندي 2 خمارات حمراء من وزن 8 غرام، عندي كاس ديال عصير ليمون، وعندي كاس ديال السكر السنيده، كاس لاروب ديال الزيت، وعندي معلقه الخل باش كتجي هشيشه، وعندي واحد المعلقه ديال الكونفيتور. فنبداو على بركه الله. حاجه هو انني درت داك 2 بيضات، درت قبصات ديال الملحه وصافي. غنخدمها غير هكا بالضراب اليدوي. بسم الله. يعني طريقه سهله جدا، فانا فايت يعني درت معكم الطريقه. فهذه طريقه اخرى يعني غنصيبها، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. فصافي دابا غادي نصب الكاس لاروب ديال السنيده، كيبقى اختياري. غنخفقها جيدا جيدا. فصافي من بعد ما خدمت، فانا غادي نضيف هاد 3 المعالق ديال الكوك مع معلقه ديال مع تقريبا واحد البرتقاله، ماشي معلقه، برتقاله هكا لو زيس ديالها قشور. فصافي نخدموها غير هكا يعني مانيويل، كنستعملوش الطراب ماشي بحال الكيك. دابا غادي نبدا نستعمل يعني الزيت، غنبدا ندير شيئا فشيئا بشويه بشويه. بسم الله. ندير الخويط الاول مع التحريك، نضيف دابا الخويط الثاني، نضيف بشويه بشويه مع التحريك دائما. نستمر دابا بنفس الطريقه حتى نكمل الزيت ديالي. نبقى ندير خويط خويط مع الخفق غير هكا يعني بطريقه عاديه جدا. في هذا الاثناء دابا غادي نستعمل هذا الكاس ديال عصير البرتقال. فصدقوني كيجي رائع، كينسم البسبوسه كتجي غزاله بزاف. وغادي نستعمل في نفس الوقت ملعقه ديال الكونفيتور، حتى هي كتجي رائعه في البسبوسه. نخلط جميع المكونات ديالي وصافي. غادي نضيف دابا في هذا الاثناء هذه السميد والخميره ديال الحلويات، 2 كؤوس ديال السميد الناعم الرقيق، و2 ساشي ديال الخميره. انا غنغربلهم دابا نضيفهم كيف كتشاهدوا معايا في هذا الاثناء. فانا درت هنايا باش نغربلهم هكا. فصافي غادي غنحاول ندخل داك السميده بطريقه. كمرحله اخيره غنضيف معلقه ديال الخل وصافي. غنحاول ندخلها وصافي. غادي نجيب دابا المول اللي غادي نستعمل فيه الخليط وندخلو الفرن. الحاله هذه فانا شديت المول ديالي، دهنته بزويته ودرت له السميد الرقيق. ما بقى لي دابا الا انني غادي نسكب الخليط بهذه الطريقه هذه. بسم الله. في هذه الاثناء هذه غادي ندخلها للفرن على درجه 180 درجه المده ديال ما بين 10 حتى 12 دقيقه. طيب معايا ونرجع معكم. بالنسبه للسيرو فانا وضعت كاس ديال السكر سنيده وكاس ديال الماء وصافي، واحد الليمونه برتقاله تقريبا نص ديالها، وغادي نضيفهم باش يطيبوا. اثناء ها هي الشربات او السيرو ها هو طاب ليا، فانا غادي نحيد هاد بقايا ديال الليمون بهذه الطريقه هذه. يعني درتهم غير نسموا ليا كتشاهدوا معايا، فكيطلقوا داك اللوغو ديال الليمون، كيجي المذاق رائع جدا. وصافي غادي نبدا نصب دابا الشربات ديالي على البسبوسه من بعد ما خرجتها. فاذا كان الشربات اولا السيرو يعني ساخن، فالبسبوسه خصها تكون يعني ديجا بردات لينا. انا خرجتها شي 10 دقائق من الفرن وصافي. كندوز هكا نسقيها. نخليها حتى تشرب ليا جيدا ونزينها يعني
بلي فخوي ساك وبالكوك وبالورد، يعني داكشي اللي بغيت. فوالا كانت هذه هي البسبوسه، سينتها بهذه الطريقه.